الفيلم بيبدأ وبنشوف جندي سابق في القوات الخاصة الأسترالية اسمه راتليدج مع مجموعة من المرتزقة وهم بيلاحقوا بنت شغالة وسيطة في العملات الرقمية لما عرفوا إنها معاها محفظة عملات رقمية فيها 700 مليون دولار. راتليدج بيلاحق البنت في الشوارع لحد ما بتدخل بار، فبيدخل وراها وبيخدرها وبيقدر ياخد محفظة العملات الرقمية وبيمشي من المكان. في نفس الوقت بنشوف دانيال الرئيسة الأمريكية واللي عندها خلفية عسكرية قوية، وهي في مؤتمر صحفي بتعلن فيه عن قمة مجموعة ال20 واللي بيناقش أزمة الغذاء العالمية، واللي بيكون العميل داردن مسؤول فيه عن اختيار القوات المشاركة في تأمين المؤتمر، فبيستعين براتليدج وفرقته من المرتزقة في تأمين المؤتمر. ربنا يستر. وبطلع لقدام شوية لما القمة بتبدأ وبنشوف الرئيسة دانيال مع وزيرة الخزانة جوانا والحارس الشخصي ماني في اجتماع مع رؤساء الدول المشاركة في قمة مجموعة ال20. بس فجأة بيحصل انفجار ضخم في جزء من الفندق واللي بيكون فيه فريق مكافحة الاعتداء واللي بيكون مسؤول عن تأمين الوفود في حالة الطوارئ، وطبعا كلنا عرفنا مين اللي مسؤول عن التفجير. وبيبدأ راتليدج في تعطيل الاتصالات وشبكة الإنترنت وبيدي أمر لرجالته بالهجوم، فبيهجموا على قاعة المؤتمر الرئيسية وبيتم تصفية الحراسة الخاصة بالدول المشاركين وبيحتجزوا زعماء الدول رهائن داخل القاعة. ملخص الفيلم كامل موجود على القناة. لو عجبكم الفيديو اشتركوا معانا في القناة وفعلوا زر الجرس. اعملوا لايك وشير. سلام.